الطفل اللي خلى العالم كله يصدق الحلم. خلينا متفقين ان في لعيبه بتبدا قويه قوي وبتختفي، وفي لعيبه تانية بتعمل موسم جامد بس الناس بتنساها، في بقى لعيبه تالتة بتبقى موهوبه بس قطر الظروف بيدوس عليها. بس حدوته النهارده حدوته مختلفه خالص. مره يتقال عليه فاشل عشان راح نادي وما خدش فرصه، ومره تانية يتصفى اهم نهائي في حياته، والمره الثالثه الجمهور يقول عليه متخاذل وما جابش حاجه البلد. بس لعيب النهارده كان كل ما يقع يقوم تاني، ومش بس بيقوم، ده خلى العالم كله يتغنى باسمه، وكل لحظه في حياته حدوته لوحدها. بس قبل ما اسمعك الحدوته، كوبايه قهوتك اللذيذه وصلي على النبي واسمعني الكام دقيقه الجايين دول. في 15/6/92 وفي قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية. طبعا انت كده عرفت انا بتكلم عن مين، عمي وعمك وعم المصريين، الملك المصري محمد صلاح. طفل بسيط في قرية بسيطة واهله ناس على قدهم، وزيه زي اي طفل بيحب يلعب كرة في الشارع. بس الاختلاف بينه وبين اي طفل كان باين من وهو صغير. محمد صلاح ما كانش واخد الكرة على انها هواية بس، لا، ده كان بيلعبها بقلبه وعقله قبل رجليه، وكان حاطط قدامه هدف واحد، ان انا في يوم من الايام هبقى لعيب عالمي. وما كانش بيلعب عشان بس يضيع وقت، لا، ده كان بيلعب وكأنه عنده ميعاد مع القدر. وزي اي طفل بيلعب في المركز بتاع القريه بتاعته اتحاد بسيون، وبعدها بيروح نادي عصمصون طنطا، ومن هنا بيطلع على المقاولين العرب. وهنا بقى تبدا حته التعب اللي لو اتحكت ل100 واحد 100 مره ال100 هيقولوا لك ايه يا عم الفيلم الهندي ده. صلاح، واللي زي ما قلنا انه مولود في نجريج، كان تمرينه كل يوم مع المقاولين العرب في القاهره. وتخيل يا مؤمن ان طفل وفي السن ده بيروح كل يوم من نجريج للقاهره، مشوار سفر رايح جاي عشان بس يتمرن. وكان بيضطر ان هو بدل ما يركب مواصله ولا 2 كانت بتوصل ل4 و5 مواصلات في اليوم عشان يلحق التمرين. بس صلاح ما كانش بيستسلم، وكان بيقول لك يا عم وماله نركب. وفي المقاولين بقى بدأ يلمع، سرعة رهيبة ورجل شمال ما حصلتش، وخفة تخلي المدافع اللي قدامه ما يبقاش عارف هو رايح فين. بس خليني اقول لك ان صلاح اصلا كان بيلعب باك شمال. وفي يوم بعد ماتش صلاح كان خارج زعلان مع ان فريقه كان كسبان 4-0، والمدرب سأله ايه اللي مزعلك؟ قال له ان هو كان نفسه يجيب جون. ومن هنا بدأ يفهم ان صلاح ده مولود عشان يجيب اجوان بس، وعنده شغف بالاهداف. وفي يوم 3 مايو 2010 الحظ بيضحك لعمنا صلاح، وبيتصعد فريق اول مع المقاولين، وبيلعب اول ماتش في حياته قدام نادي المنصورة. هو اي نعم نزل بديل والماتش خلص 1-1، بس مش مهم. صلاح كان بيقول ان ده اول سلمة في الطريق اللي هو عايزه. وبعدها في شهر 12 صلاح بيحط اول جول ليه مع المقاولين العرب. بس تعالى اقول لك كده ان الجون ده كان جون تاريخي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه كان في مرمى الاهلي. وبعدها بفترة قصيرة صلاح بيلعب مع منتخب الشباب كأس العالم في كولومبيا، وبيوصلوا لدور ال16 وبيلعبوا مع الأرجنتين، الماتش اللي بيخلص 2-1، وطبعا اللي جاب الجون بتاع مصر محمد صلاح. وهنا صلاح كان بيقول حاجة مهمة قوي، أنا مش جامد بس مع الأندية، ده استنوني كمان في المنتخب. وفي نفس السنة دي اللي هي سنة 2011 صلاح بيلعب أول ماتش دولي مع الفريق الأول لمنتخب مصر، وبعدها بشهر بيلعب تاني ماتش ليه قدام النيجر وبيحط جون. وهنا عايز اقول لك ان لعيب صغير في السن وكمان بيلعب في نادي مش جماهيري ويروح منتخب مصر ويثبت نفسه، دي كانت اصلا معجزه. بس في سنه 2012 الكره المصريه كلها بتضلم بسبب احداث بورسعيد، والنشاط الكروي في مصر بيتوقف. والصدفه البحته يا معلم تحط المنتخب الاولمبي انه يلعب مع بازل السويسري ماتش ودي، وعمك صلاح خد مدافعين بازل السويسري يمين في شمال. وهنا بقى مسؤولين بازل قالوا لك بس هو ده اللي عليه العين والنني، بس مش النني بتاع ارسنال، لان ده حدوته لوحده هنجيلها بعدين. وفعلا بازل السويسري بيمضي مع صلاح، وصلاح بيركب اول طياره لسويسرا وبيسافر. بس خليني اقول لك ان ده تحدي مختلف تماما عن التحدي اللي كان فيه، لانه رايح بلد جديده ولغه مختلفه وريتم كره اسرع بكتير. انت بتتكلم عن اوروبا، وده راجل جاي من المقاولين العرب مع احترامنا للمقاولين. وفي نفس السنه صلاح بيسافر مع المنتخب الاولمبي لاولمبياد لندن، والقرعه بتوقعنا مع بيلاروسيا ونيوزيلندا وملوك الكره في العالم البرازيل. وصلاح اللي كان عنده هدف قدامه ومش شايف غيره كان جاي يقول حاجه واحده بس، انا مش جاي اتصور واروح، انا جاي اثبت للعالم كله ان في موهبه جايه اسمها محمد صلاح. وعمل ماتش قدام البرازيل من احلى ماتشات عمره. وخليني اقول لك يا معلم ان مارسيلو احسن باك شمال في العالم في الوقت ده جاب من صلاح جاز. وفعلا صلاح بيسجل جون في البرازيل، وبرضه بيسجل جون في نيوزيلندا، وبيسجل جون في بيلاروسيا، وبكده يبقى لعب 3 ماتشات جاب 3 اجوان، وبيصعد بمصر لدور ال16. بس للاسف الشديد بنقابل اليابان وبنخرج من البطوله. وعمنا صلاح رجع على سويسرا تاني، ومن هنا بدأت نقطة تحول جديدة. عمك صلاح كسب الدوري السويسري وخلى أوروبا كلها عينها تبدأ تتجه عليه، وعمل ماتشات جامدة قوي، ورجع الناس تقعد على القهوة تستنى ماتشاته زي ما أحمد حسام ميدو كان بيعمل وهو في توتنهام. لكن انفجار صلاح الحقيقي كان قدام تشيلسي. صلاح يا معلم لعب قدام تشيلسي وكأنه بيلعب لوحده في الملعب،
وخليني اقول لك اللي في 2014 ليفربول كان تقريبا مخلص كل حاجه مع صلاح، وكنا هنشوف صلاح مع ليفربول من 2014، لكن مكالمه تليفون غيرت كل اللي انا بقوله لك ده. صلاح واللي ما كانش متوقع ان ده يحصل، لا عمك جوزيه مورينيو بيكلمه في التليفون. الو، مين؟ صلاح؟ مورينيو؟ انت كداب اشتغلني؟ لا انا بجد مورينيو وعايزك تلعب معايا في تشيلسي. وفعلا صلاح بعد ما كان مخلص كل حاجه مع ليفربول بياخد اول ملف ويطلع على تشيلسي. بس وقتها تشيلسي كان فيه مفرمه يا معلم، نجوم كتير ومنافسه شرسه، وصلاح مش لاقي الفرصه اللي تخليه يثبت نفسه، وجمهور تشيلسي نازل فيه تخبيط، ده لعيب ملوش لازمه، هو ايه اللي عمله مورينيو ده وبلانا بالواد ده ليه؟ مع ان في نفس الوقت ده صلاح مع المنتخب كان بيلعب تصفيات كاس العالم 2014، واللي بالمناسبه صلاح انفجر فيها كرويا، هاتريك في زيمبابوي واجوان في غينيا وموزمبيق. بس للاسف القرعه بتوقعنا مع غانا، طبعا ما حدش فينا ناسي الماتش ده، بس بلاش نفتكره الايام دي عشان احنا في ايام مفترجه. ومن هنا صلاح بيرجع لتشيلسي تاني، والدنيا ما بقتش رحماه، تخبيط في تشيلسي وتخبيط مع المنتخب. وخليني اقول لك ان هنا بيظهر معدن اللعيب الحقيقي. صلاح ما اتكسرش، بالعكس ده فضل يحاول تاني عشان يثبت للعالم كله انه فعلا لعيب مختلف. وهوب اول طياره وطلع على فيورنتينا، وهناك صلاح ظهر بشكل مختلف، كرة حلوه واهداف جميله واتشال من عليه الضغط خالص، وجمهور فيورنتينا بقى بيعشق حاجه اسمها محمد صلاح. وبعدها بيطلع على روما الايطالي اللي بيقدم معاهم واحده من اعظم فتراته الكرويه. وفي روما الايطالي نقدر نقول ان صلاح اكتمل نضجه الكروي، مش بس سرعه ولا مهاره، هو بقى عارف امتى يقطع وامتى يجيب جون وامتى يخش العمق وامتى يطلع على الطرف. وفي 2017 صلاح بيجهز نفسه عشان يلعب مع المنتخب افريقيا بعد ما غبنا عنها دورتين 3، وفعلا بيخش البطوله دي بتحدي جديد، انا عايز اجيب حاجه للبلد، عايز ارفع كاس افريقيا. فعلا صلاح بيخش البطوله، بيعمل بطوله هايله، بيوصل بمصر لحد النهائي، وفي النهائي الدنيا ما ضحكتلوش تاني، وبعد ما كنا كسبانين 1-0 بجون النني واسيست من صلاح، الكاميرون بترجع للماتش وبتكسب 2-1. وخليني اقول لك برضو ان اي لعيب مكانه كان بطل كوره، بس صلاح نام وصحي كأن حاجه ما حصلتش. وفي 2017 صلاح بيقرر يرجع انجلترا تاني، بس مش هيروح لتشيلسي، بيقرر يرجع من بوابه ليفربول. وهنا كاتب التاريخ فتح صفحه جديده. وعايز اقول لك ان اول موسم ليه كان كارثه على المدافعين، ارقام قياسيه بتتكسر، اجوان من اي حته في الملعب، وبيرقص اي حد. وكمان اللي كان فارق معاه انه مش بس البدني بتاعه كويس، ده كمان كان عليه سبرنت بالكوره او من غيرها يخلي المدافع ينهج وهو بس بيبص عليه. ومن كتر حب جمهور ليفربول فيه عملوا له اغنيه باسمه وبقوا بيغنوها في كل ماتش في الانفيلد. وتقريبا في نفس الفتره الزمنيه صلاح كان بيجهز نفسه عشان يلعب ماتش قدام الكونغو، ولو كسبناه نصعد كاس العالم، والحلم اللي غايب عننا من سنه 90 يرجع تاني. في ماتش على ارضنا وكسبانين 1-0 الكونغو بتخطفنا جون في اخر الماتش، وهنا كل الامال المصريين بتتحط، وصلاح بيبدا يشيل الضغط تاني لانه لسه عنده الهاجس اللي في دماغه، انا ما عملتش حاجه لمصر. ضربه جزاء في اخر ثانيه بيتسبب فيها تريزيجيه، بيخش صلاح وهو على كتفه كل ضغوطات العالم ويشمعها يا معلم، وبيصعد بمصر لكاس العالم 2018 في روسيا. يلا الدنيا ضحكت لي والحظ بدا يقول لي انا معاه، نرجع بقى عشان نلعب نهائي دوري ابطال اوروبا قدام ريال مدريد. وفي اول 25 دقيقه اللي منه لله اللي اسمه راموس يخش داخل على ابو صلاح يخلع له فيها كتف، وبيضطر يورجن كلوب انه يغير صلاح في الدقيقه 30. صلاح بيخرج والدموع على خده وفي دماغه حاجه واحده بس، هو انا هلحق كاس العالم مع المنتخب ولا لا؟ وفعلا صلاح بيعمل فتره علاجيه مكثفه عشان يلحق المنتخب في كاس العالم، لكن للاسف الشديد بيغيب عن ماتش اوروجواي اللي هو اول ماتش في المجموعه، ولكن بيلحق ماتش روسيا وبيسجل جول، وبيلعب ماتش السعوديه وبرضه بيحط فيهم جول. بس للاسف مصر بتودع دور المجموعات ورجعنا لجمله التمثيل المشرف. وصلاح كان عايش الموسم ده بمبدأ حبه فوق وحبه تحت، شويه الدنيا تضحك له وشويه تغم عليه، لكن بيرجع لليفربول تاني وبيقول لهم مش انا خسرت نهائي السنه اللي فاتت، انا هوريكم النهائي ده انا هعمل ايه. ليفربول بتقابل توتنهام في نهائي دوري الابطال، وبيتحسب ضربه جزاء لليفربول في اول الماتش، وعمي وعمك وعم الناس المو صلاح بيخش يشمعها في الجون وبيحقق اول دوري ابطال في مسيرته، وبيرجع لليفربول مجدها بتاع زمان. وبعدها بيخش افريقيا اللي كانت بتتنظم هنا في مصر، وبلاش نتكلم عن البطوله دي كتير عشان كان شكلنا فيها وحش قوي، وخرجنا من دور ال16 على ارضنا قدام جنوب افريقيا. لكن صلاح بيرجع مع ليفربول في 2020 وبيكسب الدوري الانجليزي بعد ما الدوري ده غاب عن ليفربول 30 سنه. وهنا محمد صلاح ما بقاش بس لعيب حلو، لا ده بقى رسميا اسطوره عند جمهور ليفربول. ونيجي لبطوله افريقيا 2021 اللي هي اتلعبت في 2022. صلاح بيعمل بطوله ملهاش حل، بيوصل لمصر للنهائي، بس النهائي ده قدام مين؟ السنغال يا معلم، اللي بقالنا كام سنه كده احنا وهي طالعين في قروس بعض، وفعلا بنلعب النهائي وبنعمل ماتش كويس قدام السنغال، لكن بنوصل لضربات الترجيح اللي السنغال بتكسبها وبتاخد بطوله افريقيا.
والتاني مرة البطولة دي مش عايزة تضحك لصلاح. وبعدها بفترة مش كبيرة بنلعب تصفيات كأس العالم قدام مين؟ السنغال. واول ماتش على ارضنا بنغلبهم 1-0، والماتش التاني في السنغال بيغلبونا 1-0، وبنلعب ضربات جزاء. وهنا الجمهور السنغالي مسك الليزر وكانه في فرح يا معلم، وعلى وشوش اللعيب، لدرجه ان محمد صلاح وزيزو ضيعوا ضربتين الجزاء، والسنغال بتتاهل لكاس العالم على حساب مصر. وهنا كلاكيت 15 مره. محمد صلاح برضه الدنيا مش راضيه تضحك له مع المنتخب، وزي ما قلت لك من شويه ان اي لعيب مكانه كان زمانه اعتزل دولي كمان، خصوصا بعد ما الجمهور المصري ما بقاش متقبل فكره وجود صلاح في المنتخب، لانه بقى حاسس انه لعيب متخاذل. ازاي لعيب مع ليفربول بيحقق كل الارقام دي وبيكسب كل البطولات دي سواء فرديه او جماعيه، وبيجي هنا مصر ما بيعرفش يجيب لنا حتى رجل المباراه؟ لكن صلاح ما بيسمعش لكل ده، وبيرجع ليفربول وبيفضل يحطم في ارقام ويعمل انجازات جديده، وبرضه الهدف اللي في دماغه امتى احقق حاجه لمصر. وفعلا بنلعب بطوله 2023 اللي كانت في كوت ديفوار، المنتخب بيقدم نسخه مش احسن حاجه، وبرضه بنخرج من دور ال16. وعلى الناحيه الثانيه في 2025 صلاح بيجدد عقده مع ليفربول، كده قصه الانفيلد لسه ما اتقفلتش، بس كان برضه الحلم اللي في دماغه كاس العالم 2026. فعلا صلاح بيلعب تصفيات من نار، وتقريبا بيسجل اجوان في كل الفرق اللي بيقابلها، وفعلا بيصعد بمصر لكاس عالم في امريكا وكندا والمكسيك 2026، وبيلعب بطوله افريقيا مع المنتخب 2025 بقياده العميد حسام حسن، اللي بنقدم فيها مردود كان كويس، وكان شكلنا لطيف بالكوره، بس برضه الحظ ما حالفناش وخدنا رابع البطوله دي. بس مش مهم، العميد بيبني جيل جديد وبيبني لنا شكل في المنتخب وكلنا معاه. ونيجي بقى للفتره اللي احنا فيها دلوقتي، وخليني اقول لك ان احنا مخلصين دور المجموعات في المركز الثاني بعد ما كسبنا نيوزيلندا وبلجيكا وايران، هم اللي تعادلوا معانا عشان نصعد لدور ال 32 في انجاز ما حصلش قبل كده، وبنقابل في دور ال 32 استراليا. ماتش كان من كام يوم، منتخب مصر بيعمل ماتش عالمي بقياده محمد صلاح، اللي فعلا الجمهور المصري بقى متاكد انه ولا متخاذل ولا بيخاف على نفسه، ومش مستخسر نقطه عرق في الماتش، وبيقدم كل اللي عنده، ورجع الجمهور المصري تاني يقعد قدام الشاشه عشان يتفرج على المنتخب. وعلشان احنا بنصور الحلقه دي قبل ماتش الارجنتين بيوم، فعايز اقول للعميد ورجالته الف شكر على اللي عملتوه. انتوا عملتوا لنا ذكريات تاريخيه في كاس العالم هنحكيها لاولاد ولادنا، وايا كانت نتيجه ماتش الارجنتين فاحنا ورا المنتخب وهنفضل ندعمه. واما بقى عن عمك صلاح، فالكينج منير كان بيقول لسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. صلاح اللي خلانا كلنا نقعد نستنى ماتشات ليفربول على قهاوي، واللي ادى امل لكل طفل في العالم انك طول ما انت بتحلم ربنا هيوصلك لحلم، وكل اللي عليك انك تسعى. كل الحدوته ان صلاح حلم حلم وهو طفل، وكان مصدق انه قادر يحققه، وفعلا النهارده قدر يحققه. احنا بنتكلم عن الملك المصري محمد صلاح. وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وزق الدنيا مع اخوك. نسيت اقول لكم انا علاء في برنامج انا علاء. اشوفكم الحلقه الجايه.